ياما مصانع كتير مصرية كانت بتفتح بيوت وبتشغل شباب كتير، وكان في أماكن كتير مش شغالة إلا في المنتج المصري وبس، وقفلت بسبب قلة الطلب. جه الوقت اللي نقدر نشجع فيه أي مكان قائم على الصناعة المصرية، وتشجيعكم في الفيديو ده هيكون مش مكلف خالص بالنسبة لكم، هو عبارة عن لايك وكومنت وشير للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن. ولو انتوا أول مرة تشوفوا فيديو ليا أنا مريان عريان، تقدروا تعملوا فولو وتعملوا كمان كومنت عن أقرب مكان ليكم علشان المرة اللي جاية أجيب لكم أقرب مكان لبيتكم. مكان النهاردة في الطوابق فيصل اسمه محطة البراندات، وشغال حاليا في كل البراندات المصري أو 90% منه قائم على المنتج المصري. رينج أسعاره في الشغل الحريمي كله من أول 100 جنيه لأغلى قطعة اللي هو الجاكيت البامب أو الجاكيت الجبردين 250 جنيه وبس. وهتلاقوا عنده كل المقاسات تلبيس لحد ال 150 كيلو. لقيت عنده كل الشميزات اللي هي المصري بديل زارا، اغلى شميز فيهم 200 جنيه، وسعر الشميز بيبدأ من اول 150 او 125 جنيه. كل